بسم الله الرحمن الرحيم. قمت نخسي عبد الله أبانيل. تحية لك، والشكر لك لأنك ديما كتواك النقابة والأنشطة ديالها في السنة الفارطة وهذه السنة، وحنا دائما تنلقاوك في جانب النقابة، وديما كتشجل كل المحطات ديالها. وعاوتاني كنشكروا المواطن 24 من خلالك انت، سلام الحسن، نائب الرئيس النقابة الوطنية للتجار المهنيين، كاتب جهة الرباط سلا القنيطرة. ديما كتواكب معنا الأشغال ديال النقابة والأنشطة ديالها، وكنشكرك على جزيل الشكر انت والموقع ديالك إزوران بريس والمواطن 24. البارح بداو الأنشطة ديال النقابة كما جاء في الدعوات اللي مشات لأعضاء المجلس الوطني، اللي شتي أن كاين واحد الكثافة ديال الناس اللي جاو باش يشاركوا في هذا عبر التراب الوطني كله، إلا بعض المناطق ديال الشمال اللي هي كنتضامنوا معاهم كمناطق منكوبة اللي فيها الفيضانات، واحد المجموعة ديال الناس الطرق مقطوعة وداك الشيء. واحد المجموعة ديال الأعضاء ديال المجلس الوطني ما جاوش، ولكن البقية ديال الأقاليم من الشرق والجنوب والوسط وكلهم حاضرين. وانت راك عندك تابعتي هذا الشيء، وراه ما يفوق من 180 عضو اللي حضرات هذه الدورة ديال المجلس الوطني، اللي كانت الدورة دارت بعدا على واحد الاسم اللي هو عزيز علي. قلنا ان الدوره ديال المجلس الوطني كانوا فيها ليله الجمعه اللي غتصبح السبت نهار 13 و14 و15. 13 كانت بدات من 10 الليل حتى شي 1:30 ديال الصباح، اللي فيها واحد المناقشه كبيره، حيث كتجي الحاصله ديال اشنو دارت النقابه ما بين الدوره الاولى وهذه الدوره. كانت القراءه ديال هذه الحاصله من رئيس المجلس الوطني وكذلك رئيس النقابه، وكان المداخلات اللي غناو النقاش ديال هذه الحاصله هذه. وسالينا تقريبا ما يفوق من 1:30 ديال الليل. اليوم الصباح عاوتاني كانت بدينا في المرحله الثانيه ديال المجلس الوطني، اللي فيها ورشتين، ورشه ديال الصناعه، غرفه الصناعه والتجاره والخدمات اللي كننتميو ليها. انا عضو ديال الغرفه ديال الرباط، وكاين ورشه ديال الصناعه التقليديه والقطاعات، كل القطاعات بما فيها المواد الغذائيه، التيب وقطاع الاسماك وقطاع الخضار وقطاع اللحوم. هاد القطاعات كلهم باش خرجنا بالتوصيات اللي خرجت في البيان الختامي. هاد الورشتين كل وحده خرجت بالتوصيات ديالها للغرف. حطينا فيها واحد مجموعه التوصيات اللي تنشوفوا ان واحد الريع تعطى لواحد النقابه، وهي غير النقابه اللي خص تعطاو الغرف، ولا على الاقل اللي تعطاو للنقابات واحد في كل، هما 8 ديال المقاعد في مجلس المستشارين. وكنتمناو هذا المطلب ان يتخذ بعين الاعتبار، وكذلك التغييرات اللي يمكن تنشوفها من خصهم يكون في القانون الاساسي للغرف، وتنتمناو ان يكونوا بدل دورتين في السنه يكونوا عندها 4 دورات، لانه 4 دورات تخلينا نقربوا نحصيوا المشاكل اللي يتخبط بها القطاع. والورشه الثانيه كاين فيها واحد المجموعه ديال التوصيات بما فيهم ذاك الرخص اللي جات بهم الدوله، ولا بلاتفورم اللي ما يمكنش انك توجهها لانه كطلب لك شي وثائق اللي ما يكونوش عندك. وحنا كنقولوا ان القطاع ديال التجاره الداخليه ما محتاج لهذا الرخص، حتى الا كانت غتكون هذا الرخص دار بتبسيط المساطير، ماشي بهذا البلاتفورم اللي ما يمكنش فيها الشيء. وكذلك كاين توصيات على المارشيات بالخضره ومارشيات ديال اللحوم وكذلك الاسماك بالجمله.
لأنه هذو كلهم منضويين، قطاعات منضويين تحت لواء النقابة. وكان توصية ديال الصناعة التقليدية والمشاكل اللي كتخبط فيها. إذا ورشتين ناجحتين في هذه الدورة، وكاين حتى واحد التغيير في الأسلوب ديال العمل ديال المجلس الوطني، لكن كانت تكون الدورة عامة وكنتناقشوا في مشاكل عامة. لكن هذه الخطرة هاد جوج الورشات درناهم من أجل أن كل جهة تلخص المشاكل ديالها باش نخرجوا بالتوصيات، والحمد لله خرجنا في التوصيات اللي تقرات في البيان الختامي اللي فيها مجموعة كبيرة ديال التوصيات ذكرت منهم غير قليل، وختمناها بالتأبين ديال رجل من المؤسسين، عميد من الأعمدة ديال النقابة، اللي هو صديقنا، أخونا، أبونا، أستاذنا السي عبد السلام أبو إبراهيم، اللي تنعرفوه كيعرفوه الناس كلهم أنه ضحى بكل ما له من أجل أن البناء ديال هذه النقابة والدفاع عن القطاعات اللي منضويين تحت منها، ودائما يشتغل بدون ملل، بدون ما يأخذ، يعطي ولا يأخذ. وهذا هو الدور ديال المناضل سياسيا، نقابيا، جمعويا، ويوصي كل مرة إلا تكلم معاك يوصي في وصية على النقابة أنها تبقى تشتغل. والحمد لله أن كان واحد المجموعة ديال التلامذة اللي تلامذوا، الأساتذة اللي الآن تلمذوا على، أنا واحد منهم، اللي تلمذوا على يدو مع الإخوان ديالنا أخ باجدي مولاي الحسن، اللي صدروا واحد الكتاب اللي هي الوثيقة الوحيدة اللي كاينة في السوق الآن، هي هذا الكتاب اللي كيلقى بعد التاجر مرجع اللي يرجع ليه أنه يعرف النضالات اللي دازوا فيهم إخوان ديالهم في النقابة. وكذلك الرئيس السابق سي أحمد أبو الله يشافيهم ويطول عمرهم، تلمنا على ودهم. وحنا الحمد لله أن هذه النقابة الوحيدة اللي استطعنا تصمد منذ التأسيس ديالها وهي صامدة وما فيهاش تقسيمات، ولو أن واحد المجموعة ديال الأحزاب تقسمات وواحد المجموعة ديال النقابات تقسمات، ولكن هذه بقات صامدة وبقات في الدفاع عن القضايا ديال القطاعات ديال التجار المهنيين اللي واخده على عاتقها. وهذا البيان الختامي اليوم هو غلخص كل التوصيات اللي يمكننا غنمشيو فيها. والمرحوم الله يرحمه والله يكثر من مثال، كثر عندنا الاساتذه، لان هذا القطاع محتاج المناضلين وهاد الناس اللي جاونا مثل السي عبد السلام اللي درنا ليه التأبين اليوم، ولا الاخ احمد ابو، ولا الاخ باجدي من الاعمده النقابه، والعامد الرابع النقابه، لان كل حاجه وقفت على 4 رجلين هي وهي كتوقف. هو مولاي عبد الله المصطفى من المؤسسين ديال النقابه الله يرحمه، كانوا ذو غيره على القطاعات والعقره اللي كيتقطع لها القطاع. عقلنا واحد المده اللي كانت التلفازه كتجي هذوك اللجان ديال المراقبه وصحاب الطريفه اللي كنقول لهم ديك الساعه، ولا صحاب ليجيان اللي كيجيو كيتكرفسوا على البقال وكيجيو لقاو غير شي تيكيت طايحه ما كايناش الطريفه، كيقيدوه كيجيبوا التلفازه كيلصقوا ليه تيكيت عند المحل ديالو مغلق من اجل الزياده في الاسعار بحال شي مجرم. وهذا التاجر راه هو اللي ربى اجيال وباقي كيربي، لان الدور ديالو باقي يمكن الحكومه ما تعرفش الدور ديالو، لانه هو مول الكارني اللي كيعطي ياكل اللي عنده اللي ما عندوش، اللي قدام ولا اللي ما قدامش. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.